صباح الخير، أنا بشوي جميل من خدمة مدارس أحد. في الفيديو ده هشرح لكم إزاي نقدر نكون بنستخدم المسابقات. كان في 3 ألعاب كده، كان معمولين عن طريق الباوربوينت. في الفيديو ده هشرح لكم إزاي نكون بنستخدمهم مع بعض. أول لعبة هي بتتكلم عن مسابقات عن الصلاة، هي عبارة عن لعبة الباسكت. طبعا في ولاد كتير قوي عارفة اللعبة نفسها وعارفة ازاي تكون بتلعبها في الحقيقة. بس اللعبة دي عبارة عن أسئلة، والولد لما هيجاوب يختار الإجابة الصح هيكون بيسجل الكورة جوه الشبكة. ولو اختار الكورة غلط الكورة هتطلع بره الشبكة. زي ما احنا هنشوف اهي المسابقات موجودة عن طريق الباوربوينت. علشان اقدر اشغلها انا عندي طريقتين. اول طريقة هنزل تحت هنا هختار سلايد شو، او هختار من الكيبورد نفسه F5. انا هنا لو اخترت سلايد شو هتبتدي اللعبة معايا تشتغل. علشان ابتدي اشغل اللعبة نفسها في اي جزء فاضي، بالماوس هختار ان انا ادوس عليه كده في اي حتة فاضية عشان تبتدي اللعبة معايا. هنا مكتوب مسابقات عن الصلاة، هبتدي ادوس تاني هتطلع لي الكورة دي مكتوب عليها كلمة ابدأ. من هنا هبتدي ادوس على الكورة نفسها. اول ما هدوس على الكورة نفسها هتبتدي معايا اللعبة على طول. ده مثلا اول سؤال بيقول لي يجب ان نصلي فقط عندما نحتاج فقط الى مساعدة الله. طبعا انتوا عارفين ان الاجابة لا، صح؟ طيب انا لو هنا اخترت نعم، بصوا هنا اول ما هاجي اختار نعم ايه اللي هيحصل؟ الكورة نفسها هتطلع بره. واول ما هختار الكورة هتنزل جوه الشبكة دي. بمنتهى البساطة جدا. اول مسابقة هي طريقتها سهلة جدا. ده تاني سؤال بيقول لي اسألوا تعطوا ايه تجدوا اقرعوا يفتح لكم. طبعا عارفين ان الاجابة اطلبوا. طيب لو انا هنا اخترت افرحوا الكورة هتطلع بره خالص. واول ما الكورة هتدخل جوه الشبكة. ده بالنسبة لأول مسابقة، هي طريقتها سهلة جدا. في الفيديو الجاي هشرح لكم لعبة كمان برضو هتكون الطريقة بتاعتها سهلة جدا. شكرا جدا وربنا يبارككم.